الحمد لله الذي دبر الأكوان بحكمته البالغة، فلا تحيط بكنيه حقيقة الأفهام، وجد الأعوام فكانت عبرا جلية لمن يتدبرها من الأنام، وافتتحها بالمحرم الحرام المعظم في الجاهلية والإسلام، وجعل مر الأيام دليل الفناء. قال الله تعالى: إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. أحمده وأشكره على ما هدانا به من باهر الآيات، وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله بارئ الأرض والسماوات، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله سيد السادات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه عدد ما كان وما يكون. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته. أيها الناس، تمر عليكم الأعوام وتنقضي الأيام وأنتم أسارى بقيود الشهوات، لا تعتبرون بما مضى ولا تنظرون إلا ما هو آت، وجل هممكم عصيان رب الأرض والسماوات، كأنكم ما خلقتم إلا لهذا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. مضى عنكم عام ختمتموه بقبيح الأعمال، وهو شاهد عليكم بما فعلتم يوم لا ينفع أهل ولا مال. قال الله تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها بين يدي الكبير المتعال. قال الله تعالى: يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون. وهذا عام جديد أقبل عليكم، وتريدون أن تواصلوا السير كالمعتاد. تالله ما دمتم على هذا الحال وهذا الطغيان والعناد لا تنجحون ولا تفلحون أبدا بلا شك ولا ترتاد. قال الله تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. كيف ينجح وينال المقصود من هو على الشرور والفساد المقيم؟ وكيف يفلح من يعصي الله ورسوله ويتبع الشيطان الرجيم؟ وكيف يسعد ويسود من انهمك في المحرمات ولا يخاف من العقاب الأليم؟ قال الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فأفيقوا رحمكم الله من غفلتكم، وانداموا على ما فات، وتأسفوا على ما فرض منكم من التقصير والمخالفات، وأكثروا من الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. قال الله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. ولا تفرحوا بذهاب
برهاب الأيام والليالي فإنها عليكم من الشاهدين. فما من يوم تشرق شمسه إلا وينادي يا معشر المسلمين أنا خلق جديد وعلى عملكم شهيد فاغتنموا مني فإني لا أعود إلى يوم الدين. فخلعوا ملابس العصيان واتقوا الله الذي إليه تحشرون. وفي الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك قريب أو عابر سبيل، رواه البخاري. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المكتوب الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم، رواه مسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم. الحمد لله الذي لا تخلو أفعاله عن الحكم، فجمل شهر المحرم بعاشوراء وأسبغ فيه النعم وضيق على من عصاه وأمد من أضاعه بأنواع البر والكرم. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. أحمده وأشكره على جزيل عطائه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله معز أوليائه، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله سيد أصفيائه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته. أيها الناس إن شهركم هذا منهل البر والإحسان، فهل بسطتم أكف الضراعة وموسم الربح والغفران؟ فهل جعلتم التقوى خير بضاعة ومورد الفضل والرضوان؟ فهل بذلتم فضل الأموال بقدر الاستطاعة؟ والله يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أين أنتم من أهل الفضل الذين قاموا لله على قدم وساق؟ أين أنتم من أهل المجد الذين شاع ذكر كرمهم في الآفاق؟ أين أنتم من الذين صنعوا المعروف وأغاثوا الملهوف وأنفقوا مما رزقهم الرازق؟ وقالوا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فانتبهوا رحمكم الله وتشبهوا بهؤلاء الأمجاد الكرام، وأكثروا من البر في يوم عاشوراء، فإنه فضل في الجاهلية والإسلام، وصامه صلى الله عليه وسلم وأكد صومه على الأنام. فصوموا مع التاسع شكرا لله وسيجزي الله الشاكرين. ألا وإن عاشوراء يوم تجلى الله فيه على رسله بفضله العميم، فيه خلق الله آدم وأنجى خليله إذ قال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وفيه أخرج يونس من بطن الحوت بعد أن التقمه وهو ملم، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وفيه نجا موسى وهارون من فرعون وهامان، وفيه فرق البحر لموسى فجاوز ببني إسرائيل بسلام وأمان، وأغرق فرعون وجنوده فصامه موسى شكرا لمولاه الديان. وفيه استوت سفينة نوح على الجودي
وقيل بعدا للقوم الظالمين. وفيه أعطى الله سليمان الملك وكشف الضر عن أيوب كشفا واضحا جليا. وفيه أخرج يوسف من الجب ورد بصره يعقوب وجعله رضيا. وفيه أعلى عيسى إلى السماء ورفع إدريس مكانا عليا. قال الله تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. فاتقوا الله ووسعوا فيه على العيال، وعليكم بمواساة الإخوان ومساعدة المحتاجين، واغتنموا زيارة العلماء والصلحاء وعيادة المرضى والمصابين، والتزموا إكرام الأيتام وصلة الأرحام، تكونوا من المفلحين، وكونوا من الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. وصوموا التاسع، فغدا عزم نبينا صلى الله عليه وسلم على صومه وقال: لئن بقيت إلى عام قابل لأصومن التاسع والعاشر. فقبض من عامه فاجتهدوا وصوموا، فهذا الشهر مرغب في صوم جميع الأيام. قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، رواه مسلم. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: من وسع على عياله في يوم عاشوراء وسع الله عليه في سنة كلها، رواه الطبراني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا، فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق أولى بموسى منكم، فصاموا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، متفق عليه. وعن حفصة رضي الله عنها قالت: 4 لم يكن يدعهن النبي صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء والعشر أي من ذي الحجة، و3 أيام من كل شهر، وركعتان قبل الفجر، رواه النسائي. وعن أيوب وعن عبد الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان، متفق عليه. وعنه قال: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله، إنه يوم يعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن، رواه مسلم. ألا صلوا وسلموا على رسولكم الكريم، حيث قال الله تعالى آمرا ومخبرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
ورضى اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعنا بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء دين، آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اجعلنا ممن يستقبل العام بما تحب وترضى، ومن العمل ما يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة.